الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهارده عندنا فكرة حلوة ان شاء الله نعملها، واي حد عايز يغير اي حاجة في البيت يغيرها بمنتهى السهولة. عندنا شريط ستارة عادي، ستارة متركبة عليها شريط اهو. هنحولها لشريط مخرم اللي هو ايه اللي فيه حلقات مخرمة ده. دلوقتي ان شاء الله نركب الشريط وهقول لكم هنعمله ازاي. الشريط عادي اهو، هي ستارة متركبة شريط اللي هو الحلقات العادية خالص اللي هي الدبل. دلوقتي هوريكم طريقة حلوة عشان تعملوا ستاير اللي هي اللي فيها حلقات مخرمة. تابعوني في الحلقة وهتعرفوا في الاخر ان شاء الله نوصلوا لنتيجة كويسة باذن الله. الستارة دي خفيفة، احنا لو شلنا الشريط اللي احنا كنا مركبينه الستارة دي هتملع وهتبوظ، فركبنا الشريط اللي هو فيه حلقات مخرمة عليه اهو. الشريط اللي تحت دوت متركب اهو عادي زي ما هو، وركبنا الشريط التاني عليه. ليه بقى؟ ايه السبب؟ عشان الستارة دي خفيفة. لو احنا ركبنا الستارة ديت عليها شريط من غير ما يكون فيه تحت منها حاجة تقيلة هتملع وتنسل، عشان دي ستارة خفيفة. لان الشريط ده اغلب الشريط ده اللي بيتركب على ستارة تقيلة عشان الخروم اللي فيها ديت ما تملعش الستارة. فاحنا ركبنا الشريط فوق الشريط اللي كان في الستارة. فلما اي حد عنده ستارة خفيفة زي كده ما يركبش الشريط لوحده، يركب الشريط فوق الشريط اللي كان بتركب عشان خاطر الستارة تبقى واخدة تقيلة. التقل بتاع الشريط اللي تحت ما تنسلش وما تملعش، عشان دوت بيتخرم. الشريط دوت اللي هو الشريط اللي فيه حلقات، احنا بنمسك الخروم ديت اللي هي بنبدلها. بنعملها ايه بقى؟ بنبدلها ازاي؟ بنحط لها يعني اللي هي متخرمه ديت احنا بنمسكها بنخرمها بالمقص او بنقطعها بالمقص. فاحنا لما نيجي نقطعها بالمقص وهي خفيفه كده هتبقى تملع، عشان كده احنا سيبنا الشريط القديم ما ركبناه عليها. احنا كده خرمنا الشريط، ركبنا الشريط بتاعنا كله وخرمناه اهو. بعد ما خرمناه ركبنا فيه الحلقات اهي. هو بياخد وقت شوية بس ان شاء الله تبقى النتيجة كويسة، وتبقى الستارة حلوة وتتركب وتبقى متينة. تبقى متينة ليه بقى؟ عشان احنا ركبنا على الشريط القديم، ما شلناش الشريط القديم اللي كان فيها. الشريط القديم اللي كان فيها هو اللي هيخليها متينة وما يخليهاش تنسل. لان زي ما احنا عارفين ان احنا لازم نخرم للشريط ده، لازم نفتح كده، نفتح بالمقص. النتيجة ان شاء الله تبقى زي الفل، والشريط لما تركب بعد كده هيبقى زي الفل اهو، مش باين فيه اي حاجة، ويبقى جامد وما يبقاش ينسل عشان احنا مركبينه على الشريط القديم. ان شاء الله اي فكرة حلوة جديدة هعملها ان شاء الله تستفادوا بيها في الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله كلها تنفعكم في البيت يا رب. وشكرا على متابعتكم ليا.